أختم لكم بإذن الله، ما عاد أقول غير هذه القصة أختم بها، لكني أطلبكم أن نسمعها بالقلوب. إي والله يا إخوان، لأنها إذا سمعت القلوب أحدثت هزة وتغير. يا إخوان، أنا كنت إمام جامع في أبها، وكان عندي حلقة تحفيظ قرآن ابتدائي ومتوسط وثانوي. عندي طفل في 5 ابتدائي، هذا الطفل مميز يحفظ 10 أجزاء. قولوا ما شاء الله. هذا الطفل يحفظ 10 أجزاء. أحضرت هذا الطفل عندي في المحراب، وأريد أن أحيي في قلبه تدبر كلام الله، كيف يعيش مع الآيات ويتدبرها. قلت لذاك الطفل ما شاء الله تبارك الله، حافظ 10 أجزاء، معقولة ما في آية من هذه 10 الأجزاء حركتك استوقفتك جلست تدبرها وتعيش حروفها ومعانيها؟ إيش تتوقعون جواب ذاك الطفل؟ قال لي إلا والله يا شيخ، والله في آية قرأتها وقف شعر جلدي معها، وأخذت أتدبرها وأعيش حروفها ومعانيها وأتساءل عن هذه الآية. قلت يا الله، طفل تحركه آية، أما تحرك قلبي وقلبك يا أبناء 20، يا أبناء 30، يا أبناء 40؟ أما تحرك القلوب هذه الآية التي حركت ذاك الطفل؟ بلى والله، يا من استمع إليها بقلبه أن تحركه. قلت لذاك الطفل عجل وش الآية؟ قال يا شيخ آية في سورة ياسين، قول الله جل وعلا. اسمع يا الغالي، اسمعي أيتها المباركة تلك الآية التي حركت قلب ذاك الشاب. قال قول الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول لي براءة الطفولة يا شيخ، أنا الذي يعرف أن اللي يتكلم وينطق هو اللسان. يا شيخ كيف تنطق اليد؟ ومن أي مكان ستنطق؟ وماذا ستقول لله؟ قلت لي ذاك الطفل وأقول لك اليوم يا من تسمعني، والله أن يأتي ذاك اليوم الذي تنطق فيه يدي ويدك، ورجلي ورجلك، وسمعي وسمعك، وبصري وبصرك، لأن الله يقول في كتابه: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. سيأتي ذاك اليوم الذي تتكلم فيه يدي ويدك. أسألك بالله، بماذا ستتكلم؟ هل ستقول للصالحات فعلت، أم ستقول للشمة والنشوق مسكت، للدخان والقنوات والشاشات قلبت؟ هل ستقول للمقاطع في الجوال نظرت وقلبت وشاهدت؟ هل ستقول للعادة السرية فعلت؟ هل ستقول ذنوب ومعاصي، أم ستقول صالحات وطاعات؟ يا الغالي، القضية خطيرة، الأمر جد خطير. والله سنفارق هذه الدنيا، وسيأتي ذاك اليوم الذي نقف فيه بين يدي الله. يقول الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقفوهم إنهم مسؤولون. عن إيش سنسأل؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
مسؤولا. ستسأل عن سمعك أي شيء يسمع، وعن بصرك أي شيء يشاهد وينظر، وعن قلبك من الذي فيه، هل هو حب الله أم حب فلان وفلانة من الناس؟ فماذا أعددنا لهذا السؤال أحبتي الكرام؟ نريد نقطة تحول، وأنا أعلم والله أن داخلك إرادة وقوة وخير عظيم به تستطيع أن تتغلب على معاصيك وذنوبك وشهواتك وقنواتك. أسأل الله أن يجعل لهذه الكلمات أثر في القلوب. قولوا آمين.